سلام البنات، واش راكم؟ ان شاء الله تكونوا كامل بخير على خير. حبيبات قلبي، صحه فطوركم وصحه سحوركم. الوصفه تاع اليوم روعه روعه روعه. الوصفه تاع اليوم في القمه، اللي هي قوارب الكورجات ولا الكوسه ولا القرعه، كل واحد كيفاش يقولها. المهم خصوصا اللي يحبوا الكورجات، يعني على هذه اللي عشاق الكورجات. وحتى ولو ما كنتيش تحبي تاكلي الكورجات بهذه الطريقه راكي راح تاكليها، تجيك بزاف بنينه. وكذلك اقتصاديه كما العاده والعوايد، يعني عودتكم ندير وصفات اقتصاديه. هذه الوصفه يعني ما فيهاش مكونات بزاف، ولكن البنه واش نقول لكم بزاف بنينه. تبعي الفيديو الاخر ودي الوصفه وجربيها للفطور وردي لي بخبر، لانه هذه الوصفه روعه روعه روعه. كما راكم تشوفوا يعني كلش راه قدامكم. وعودتكم يعني نمد لكم وصفات تكون اقتصاديه باش تقدروا ديروهم وما تتكلفوش، يعني بالوصفات اللي ما نقيدكمش بالوصفات اللي تكون يعني ما عندكمش مكونات تاعهم ولا وتشتهاوهم في البطل. يعني هذه الوصفه متاكده انك راك تشتهيها وراك راح ديريها، لانه بنينه واش نقول لكم، بنه ما شاء الله. هنا بسم الله نبداو الوصفه. قبل ما نبداو الوصفه ما تنساونيش بليز لايك للفيديو من فضلكم، لايك للفيديو واشتراك للقناه اللي مش مشتركه في القناه مرحبا بها. واذا ممكن كذلك ديروا بارطاج للفيديو مع لي زامي ولي جروب اللي عندكم. هنا واش عندنا حبيبات تاع كورجات. هم على اثنين، نديروا الحبه على اثنين، اللي تكون كبيره واللي تكون صغيره يعني نحولها غير الفوقاني فقط، يعني نحولها شويه من الفوق، يعني ما نقسموش على اثنين باش يعني تجينا الحبه هذيك هي سوا سوا. هنا بعد ما قسمنا الكورجات تاعنا على اثنين، نجو نخووها من الداخل بالمغرفه ولا بالموس ولا المهم حاجه تقدري تخوي بها الكورجات. هنا كما راكم تشوفوا، شوفوا نضرب الجهه يعني نضرب الجهه هذه ونزيد الجهه الثانيه باش الكورجات يعني من نحكمش المغرفه وندورها يعني كامل كما هكا. هنايا الجهه يعني جوانب راهم كبار تقدري تدوري عادي، ولكن كي تكوني يعني ضيقه لازم تحكمي بهذه الطريقه كما راكم تشوفوا. دوك نوري لك كيفاش باش الكورجات ما تطرطقلكش وت يعني تنحلك. انا هذه الحبات الكورجيت كانت كبيره يعني عادي تقدري تدوري المغرفه، ولكن كنت تكون صغيره من الاحسن تحكمي الجنب ذا وزيدي الجنب الثاني. راكم فهمتوني؟ المهم راكم فهمتوني واش راني واش قصدي. يعني هذه الطريقه هذه اللي كنت نحكي لك عليها باش الكورجيت ما تطرطقلكش، باش فهمتوا باش ما تنحلكمش. هنا نكملوا نحلوا نخو كامل الكورجيت تاعنا. هنا ما قشرتش الكورجيت لانه الاساس في الكورجيت القشره تاعها كانت نقيه، غسلتها فقط. نتوما الا كانت يعني الكورجيت تاعكم شويه فيها ضرب بالموس. هنا نبداو بلاصوص طوماط. واش عندنا حبيبه تاع طوماط كرفستها ودرت كذلك شويه زيت شويه ملح وخليتها تقلى. من الاحسن الا كان عندكم زوج مقالي، يعني مقله تقولوا فيها لاصوص ومقله تقولوا فيها الكورجات، والا كان عندكم مقله كيما حالتي قلي وغسلي وعاودي قلي فاني كاين هذا مكان. هنا بعد ما تقلت لنا الطوماطيش تاعنا، جبت ورقه تاع الثوم. هذاك يمدوا ريحه ما شاء الله، يعني يجي ريحه الثوم فيهم ما شاء الله. الثوم يعني كي يبدا ينوض نحول هذاك الورقات اللي من الفوق. وزدت لها كذلك نصف ملعقه تاع طماطيش تاع العلب وخليتها تقلى باش تنحى الحموضيه تاعها. بعد ما تقلت لنا لاصوص طوماط نزيدو نضيفوا عليها باش تجينا يعني تجينا جاريه ما تجيناش ناشفه، لانه رانا رايحين نزيدو ندخلوها في الكوشي، يعني راح تزيد تنشف. هنا خلوها تطبخ شويه، يعني قسمه الماء يعني يعتقد شويه لاصوص ونطفيو عليها. الطوماط يعني ما درت لها لا فلفل اسود لا والو، لانه راني راح ندير الفلفل الاسود يعني في كورجات، على ذيك ما حبيتش يعني ندير فلفل اسود في يعني في كلش باش ما تجينيش حاره. شوفوا لاصوص الطوماط كيفاش جات شاهي ما شاء الله. هنا نبداو نقليو في الكورجات تاعنا. درت لها شويه ملح شويه فلفل اسود. هنا من الاحسن يعني الغلطه اللي غلطتها انا ما تغلطوش نتوما، يعني طيبتها مباشره في الزيت. يعني عياتني شويه باش طابت لي، يعني لازم تغطيها ببلاع باش يعني تعرق وتطيب في الميديتي تاعها. ولكن باش ما تتعبيش معاها من الاحسن ديريها تفور شويه، تفوريها نص طياب، طيب يعني نص طياب. بعد ما طيب نص طياب تجي تقليها ونقلبوها من كامل الجوانب كما راكم تشوفوا. يعني انا طابت لي ولا حتى غطيتها وحتى يعني تعذبت معاها باش طابت لي، ولكن نتوما من الاحسن فوروها نص طياب، يعني كي طيب نص طياب نحيوها وقليوها.
هنا بعد ما قليت الكورجات تاعي نفس الزيت اللي كنت قليت فيه الكورجات درت يعني راكم تشوفوا الاقتصاد والقدام الحشوة يعني اللي كنت الكورجات اللي كنت نحيتها من الداخل من حبة الكورجات يعني ما رميتهمش، قطعتهم مكعبات صغير وزدت عليهم شوية تاع فتاتة تاع صدر تاع دجاج، قطعتها كذلك مكعبات صغار وراني نقلب فيهم كامل مع بعض. وانتم الحشو اختياري، تقدروا ديروا الفيونداشي، تقدروا ديروا البولي اشي، يعني كل واحد ومقدوره، كل واحد واش يقدر يدير. ولا ما يعني ما كانش عندكم الفيونداشي ولا البولي اشي ديروا يعني كيفاش درت يعني الكورجات اللي كنت خويتها ودرت عليها صدر تاع نص يعني نص يعني تقريبا نقولي ربع صدر تاع دجاج يعني قيس البنة فقط. وزدت عليها يعني بعد ما قليتهم كما لاحظتوا زدت درت شويه معدنوس يمد البنه وكذلك فيه فوائد بزاف لجسم الانسان. وزدت درت لها مغرفه تاع راس الطوماط باش تجينا يعني ميدمه كما يقولوا. هنا نجيب بلا ولا مول ولا واش عندكم. انا يعني في العاده نحب نطيب في ذيك المقلايه يعني هذيك متعدده الاستعمال، هذيك المقله السحريه تاعي. ولكن هذه المره حبيت نبدل شويه، درت في هذا بلا تاع الزداج. نديرو لاصوص طوماطيه الاولى ونسد فوقها لهذو القوارب تاع الكورجات كما راكم تلاحظوا بهذه الطريقه. نتوما الكورجات ديروا على حساب افراد العائله، يعني على حساب واش تقدروا تاكلوا. كاين يعني اللي يحبوا الكورجات بزاف يعني قادرين ياكلوا منها كميه كبيره. المهم كل واحد كل واحد وكيفاه. هنا بعد ما ستفنا كامل هذوك الكورجات نحشوهم بهذا الحشو. قلت لكم الحشو اختياري، تقدروا كذلك يعني انا كنت نسيت مبشور الجبن، يعني تبشروا فوق الجبن ولا الجبن تاع الطلاب. مهم يعني حاجه تاع تكون مفرمجه يجي بزاف بنين. ولكن انا درت لاصوص بيشاميل من الفوق جات يعني بزاف بنينه، يعني عوضت لي كامل الفرماج اللي ما درتوش. هنا كما راكم تلاحظوا حشيت كامل الكوي. هنا انا لاصوص بيشاميل كانت زايدت عندي، انا كنت زايد لي واش نديرها نديرها في بلاره ونبلع عليها، ونهار اللي نستحقها نستعملها. يعني لانه راحت صحيه تجمد، ولكن راهي راح في كوشه، يعني كي ديرها في كوشه راحه تطلق كامل روحها. درت هذا لاصوص بيشاميل. نتوما الا عندكم لاصوص بيشاميل ولا عجزتوا باش تحضروها، حكموا زوج حبات تاع بيض خلطوهم وفرغوهم فوق الكورجات ودخلوهم الكوشه، تجي كذلك بزاف 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 بنينه. يعني نحب ندير لكم وصفات اللي تكون بنينه باش تجربوهم. هذه هي الوصفه، نتمنى تكون نالت اعجابكم وجربوها وردوا لي بالخبر، ونتلاقاو في فيديو قادم ان شاء الله.